السلام عليكم على احلى مشاهدين. معاكم اسماء في مطبخي مع اسماء. نعمل مع بعض النهارده الجلاش بالفول السوداني، مقرمش ومورق وطريقه سهله جدا، بتاخد منك مش اكتر من 10 دقايق وبتبقي مخلصاه و... وطريقته حلوه جدا جدا، وان شاء الله هتعجبكم وجربوها، وان شاء الله طعمه وريحته تجنن بجد. ده بقى بعد ما طلعته من الفرن، شايفين هو كان سخن، فشايفين بقى مورق معايا ازاي وطريقته سهلة جدا. اول حاجة معايا هنا الشربات. طبعا احنا في رمضان، كل سنة وانتم طيبين، فانا عاملة شربات كمية كبيرة. انت طبعا هتعملي كوبايتين من السكر عليهم كوبايتين من المية وبترفعيهم على النار. انا هنا عملت 4 كوبايات سكر على 4 كوبايات من المية، عشان انا بعمل شربات بزيادة وبخليه عندي، بستعمل اللي بستعمله والباقي بحطه عندي في التلاجة، بيقعد معايا في رمضان، بيريحني قوي. لو هتعملي بقى كنافة قطايف اي حاجة حلوة بينفعك. فانا هنا حطيت 4. هو طبعا مقدار الجلاش اللي احنا هنستخدمه كوبايتين من السكر كوبايتين من المية. بعد ما يغلي معاكي لمدة 10 دقايق على النار، انا سيبته يغلي لمدة 10 دقايق، ببدأ اعصر عليه ليمونة، وبحط عليه معلقة من الفانيليا السايلة، وبسيبه لمدة دقيقتين بس 3 كده بعد ما اعصر الليمون، وباجي بطفي عليه النار وبسيبه يبرد تماما. تمام. دي طريقة الايه الشربات. معايا بقى هنا الخلطة اللي احنا هنستخدمها. ده بقى الخلطة هنا اختياري. الحشوة هنا ممكن تحشو مكسرات زي ما انت عايزة. انا استخدمت فول سوداني، عملته في الكبة كده، يعني طحنته في الكبة طحنة بسيطة بحيث ان هو يبقى مقطع معاكي زي ما انت شايفة كده، متكسر معاكي كسر صغير. وحطيت عليه معلقتين زبيب ومعلقتين جوز هند. طبعا انت ممكن تزودي زي ما انت عايزة في الحشوة، زي ما انت عايزة الكمية اللي انت عايزاها. ممكن نحط كمان مكسرات، ممكن نضاعف الكمية، فول سوداني وزبيب وجوز هند، بتضاعفي برضو الكمية براحتك، عايزة تحطي كتير تحطي قليل، ده حاجة ترجع لك انت. تمام. انا حطيت حوالي كده 3 أو 4 معالق من المكسرات اللي هي الفول السوداني بالزبيب وجوز الهند، وابدا اوزعها كده على الجلاش. انا اخدت 3 ورقات جلاش. طبعا لفة الجلاش معاكي بتبقى 12 واحدة، هناخد كل 3 مع بعض. يبقى تمام. انا طبعا عملت لفة ونص، فانت ممكن تاخدي 2 مع بعض او 3 براحتك. لو انت مش حابة يبقى في توريق كتير، هناخد كل 2 مع بعض. تمام. هتعملي 6 حاجات، او ممكن تاخدي كل 3 مع بعض زي ما انا اخدت كل 3 ورقات مع بعض. تمام. وممكن برضو ناخد كل ورقتين مع بعض. مش هدهن سمنة ولا اي حاجة، هحط على طول الفول السوداني اللي احنا عاملينه، وهبدأ الف زي ما انتوا شايفين. تمام. اهو بعد بقى ما هخلص كل الكمية ورصيتها كده في الصينية، طبعا الصينية انا دهناها معايا بالسمنة، هبدأ بقى هقطعها على شكل مثلثات زي ما انتوا شايفين كده. تقطيعته وطريقتها سهلة جدا ومبتاخدش معاكي وقت. كل واحدة عملتها بقطعها كده مثلثات. بعد ما اقطعها مثلثات، بجيب كوباية من السمنة، كوباية سمنة كده بلدي او اي سمنة انت بتفضليها، وهنبدأ هنسقي بيها الايه الجلاش. طبعا الطريقة دي سهلة جدا وبتطلعه معاكي مورق ومنجزة جدا لو عايزة تعملي جلاش بطريقة سريعة. هنحط بقى الكوبايه بتاعه الايه الجلاش زي ما انتوا شايفين كده معايا. هنحط كوبايه السمنه على الجلاش وهنسقي بيها الجلاش، وهبدا بقى احرك معاكم الصينيه كده ليمين وشمال عشان اشرب الحروف بتاعه الايه الجلاش، والسمنه تدخل في ايه في طبقات الجلاش. بعد كده بدخله في الفرن على درجة حرارة 180. بولع الفرن من تحت لمدة 10 دقايق، وبعد كده اخر 5 دقايق بولع الشواية مع الفرن. تمام. وبعد ما يستوي معايا وياخد لون حلو كده من فوق ومن تحت، طبعا الشربات يبقى بارد معايا وصينية الجلاش تبقى سخنة، ونسقيه بالشربات، وبسيبه بقى لمدة 10 دقايق كده يتشرب الشربات. وبعد كده بقى زي ما انتوا شايفين كده مورق وجميل، وعايزه اقول لكم ريحته بجد يعني كانت قلبة الشقة كلها. فيا رب تعجبكم الوصفة، وان شاء الله تجربوها وتكتبوا لي في التعليقات لو عجبتكم. ولو اول مرة تشوفوا قناتي ما تنسوش تشتركوا في القناة. والسلام عليكم.